السلام عليكم ورحمة الله. عدت معكم من جديد في قناتكم اللي هي قناة ملالية كويزين. نحضروا بصرة ديال الحوت. يلا معايا المقادير. هنايا خديت الحوت من لوكلير كانوا عندي جوج بسطيلات لي كوموند. نتوما قد ما درتو الحوت كتير قد ما تيكون مزيان، ماشي مشكل. هي البصيله كانت هماويه كتهز دائما كيلو ديال الحوت. هذا الحوت ابيض كيكون في لوكلير، راه شوفوا الاسم ديالو بحال الميرنا، بحال ما كيكونش فيه كاع العظم. خديت جوج ميكات حيت انا غادي ندير جوج بسطيلات. هنايا الكروفيت هو كيتباع في لوكلير على هذا الشكل، تيكون مقشر مقاد مصايب. بحكم الناس اللي بغاو هاد البسطيله، بغاو هاد الحوت هذا تيكون هو مخلط في لوكلير درتو. وهنايا شريت الحوت طري، الكالامار شريت 500 غرام. وكنحتاج الثومه، هذه شعريه الصيني 500 غرام في كل واحده. تقدروا ديروا حتى 400 ما تكونش كثيره. صافي كنحتاج الكمون، الملحه، سكينجبير، التحميره والخرقوم والابزار. هنايا الحامض مصير، وهذا الفطر الاسود شريته من لوكلير كيكون طري باش نرقدوه في الماء. هنايا الهريسه، الزيتون مقطع على هذا الشكل. هنايا الفخوماج اللي بغا يديرو تيبقى اختياري، درتو من الفوق، والقزبر ومعدنوس. وصافي غادي نبداو باول حاجه. ما نساوش زيت الزيتون. وهنايا هذه ورقه الفيلو اللي استعملت انا، تبقى البسطيله مقرمشه بورقه الفيلو. صافي كنشد داك الشامبينيو كنديروه في واحد الاناء وكنخوي عليه واحد الماء طايب، وتنخليه واحد 5 دقائق حتى ل10 دقائق. هنايا انا درت جوج باكيات باش ندير جوج بسطيلات، كانوا شويه موين، كانوا صغارات. صافي درت ليه الماء سخون وخليته جانبا. غادي نمشي دابا نصوطي، نخدم الحوت. كل شكل ديال الحوت كنخدمه بوحدو. كندير شويه الزبده في واحد المقلاة. هنايا بديت بالكالامار، درت الزبده، وغندير شويه الملحه وشويه الابزار، وغادي نعصر عليه عصير ديال الحامض اللي هو السيترون. عصرت السيترون هكا صافي، وغادي نخليه نغطيه وغادي نخليه يتشحر. غادي نمشيو نخدمو دابا لاصوص. انا بحكم انني عندي جوج بسطيلات، نتوما تقدروا ديروا غير جوج حبات تاع الحامض مصير. انا يمكن درت 3. صافي درت 3، وغادي نحاول نطحنوها. صافي حيدت لها دوك العظام اللي تيكونوا الوسط كما كتشوفوا. صافي وغادي نديرها مع شويه. هي البسطيله ما كتبغيش الماء نهائيا، غادي ندير معها شويه الزيت الروميه، وغادي نطحن هذا الحامض مصير. صافي ها هو الكالامار تيتشحر ليا حتى هو. غنمشي نطحن هذاك الحامض مع شويه الزيت العاديه النباتيه. صافي كتشدوا واحد الراس ديال الثومه وكتحيدوا ليه القشور كامل تا هو، غادي نطحنوه مع الزيتون. قشروه كامل كتبغي هي الثومه والحامض مصير. هذا هو السر ديال البسطيله. صافي قشرت هذيك الثومه. انا غادي درت جوج حيت كما قلت لكم راه عندي جوج بسطيلات. هنايا ها الكالامار ديالنا صافي تشحر ليا، درتو جانبا. صافي ثاني نفس الطريقه غادي ندير الكروفيت، شويه الزبده، شويه الملحه، شويه الابزار، شويه عصير الحامض سيترون كما شفتوا. صافي ونخليه حتى هو يتشحر. حامض مشيت هنايا درت الثومه ودرت الزيتون مقطع، ونمشيو حتى هو نطحنو سوا شويه، يبقى شويه مفرشش هكا باش يبان في البسطيله. صافي انا تنشحر هنا يدهنا ويدهنا. صافي هنا طحنت الثومه والزيتون كما كتشوفوا. صافي وكنديروا غادي نوجدوا واحد القميله اللي غادي نديروا فيها ديك الحشوه اللي غادي نخدموا بها البسطيله. انا كنطيبها باش ما كتجيش في البسطيله عاطيه المروره وخضره. درت هنايا الزيتون مع الحامض اللي طحنت في الاول. صافي غادي نمشي نقطع شويه المعدنوس والقزبر الا كان، ما كانش ديروا غير المعدنوس ماشي مشكل. صافي تا هو غادي ندير النص
ديالو، والنص غادي نخليه باش نديرو في التزيين فاش نبغي نعمر البسطيله. ودرت الابزار، معلقه كبيره د الابزار. نتوما تقدروا ديروها نص معلقه، حيت انا كنعطي القياس ديال جوج بسطيلات. هنايا درت 3 المعالق تاع التحميره، نتوما ديروا 2 معالق ديال التحميره باش تعطينا داك اللون في الاخير. هنايا الخرقوم، وهنايا الكمون، سكينجبير، هنايا درت الهريسه، تبقى الاختيار ديالكم، كتبغيوها حاره بزاف او شويه ديروا على حساب القياس تاعكم. صافي، والزيت غنحاول غديروا كاس الا ربع باش يطلق لينا داك لاصوص في الاخر، باش غادي نبغيو ندهنوا به البسطيله. صافي غادي نديرو فوق البوطون نشحرو. هنايا الكروفيت ها هو تشحر ليا، ها لاصوص كطيب ليا. خاصني ضروري تبداو تحركوها حيت ما تيكون فيها لا ما لا والو، ما تنساوهاش من التحراك، وخليوها تطلق داك المرق ديالها. نقصوا عليها البوطه. هنايا كنور ديال الحوت، انا درت جات، نتوما بلا كانت عندكم بصله وحده ديروا غير كنور وحده. صافي ها هو الفطر الاسود كما صفيتو حتى هو من بعد ما طلق ليا وتحل. نفس المقلاة غادي نخدمو حوت اخر ثاني نفس الطريقه، شويه ديال الزبده، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، عصير الحامض او السيترون. هنايا غادي نخدم هاد الكروفيت اللي غادي نزين به البسطيله، غادي نشحرو، هذا هو اللي غادي نزينو من الفوق. نعصرو عليه حتى هو الحامض، شويه ديال الابزار وشويه ديال الملح. صافي غنمشيو نشوف لاصوص ديالنا، هي بدات كتطلق. شوف كيفاش كتجي كتبان واعره. هذا هو السر ديال البصيله، كتجي مدغمره بهاد لاصوص هادي، تجي زوينه بزاف. نتمنى تجربوها، راه تجي واحد المذاق في هاد البسطيله يا سلام. صافي الكروفيت ديالنا اللي كنزينو بيه جا على هاد الشكل هذا. كنحاولوا نبقاو نقلبوا باش ما يتحرقش لينا. هذا الحوت الابيض اللي ما فيهش العظم غادي نحاول نخشيه في الفران. غنهز من ديك لاصوص اللي طيبت شويه ندهنو مزيان ونخشيه في الفران، ماشي بزاف حيت الحوت دغيا كيطيب، باش ما خاصناش نديروه في البسطيله هو خضر. صافي درت فيه شويه من ديك الحشوه وخشيته في الفران. هادو دوك فواكه البحر اللي اختارت السيده اللي بغات يكونوا في البسطيله، حتى هما نفس الطريقه، شويه الزبده، شويه الابزار، شويه الملحه، عصير الحامض. انا خرجته من الفران الحوت الابيض. صافي غنديرو في واحد الاناء. ديك الحشوه اللي كنت طيبت خرجت منها هاد لاصوص، كديروها تسقطا وكتخرج منها داك لاصوص باش نبغيو ندهنوا به البصله في الاخير. صافي كنشد ديك الشعريه الصينيه حتى ديروها في الماء سخون وكتقطعوها. نسيت ما وريت لكمش الطريقه، ما كنتش سجلتها. صافي كندير مع داك الكالامار شويه د الحوت، ما نديروش غير الشعريه الصينيه بوحدها. درت ديك الحشوه اللي طيبت وغادي نبدا نخلط كلشي. ندير شويه من داك المرق اللي صفيت وشويه د الربيع. ما تنساوش ديروا شويه الزيتون مقطع حتى هو، اي حاجه متوفره في الثلاجه، واخا يكون عندكم داك السوغيمي تقطعوا تيجي في هاد الحشوه زينه. درت شويه ديال لاصوص صوجا حتى هو تيعطي الجو زوين. صافي بديت كنشد ديك لاصوص ديالي كنديرها في جميع الحوت اللي تبقى ليا، كنحاول ندير هذيك الدغميره باش تجي فيلكو. صافي هنايا غادي نمشيو للدريساج. شديت انا ورقه الفيلو دهنتها بالزبده كما كتشوفوا، كتكون شويه حساسه، خاصكم تحاولوا غير بشويه على. والدريساج كيبغي الخاطر، يكون عندكم واحد الخاطر، تنفسوا واحد النفس عميق، هي اللي صايبوها. ها بالخاطر كلشي ان شاء الله يتقاد. صافي كتحاولوا ترش بالزبده، حيت الا درتي يدي انا غادي نقطعها، كنحاول غير نحاولوا نرشوها من الفوق وصافي. صافي هنايا غادي نبدا باش نبدا نعمر فيها. بديت بالشعريه الصينيه هي الاولى مع داك الكالامار مقطع شويه مع الشامبينيون مع، ماشي البصيله تكون عامره غير شعريه، خاص حتى الحوت ضروري، الحوت راه هو اللي تيقادها. صافي
بديت انا باش عليا الصينيه وانا ندير هذاك الكروفيت اللي جاي ياكل يصيبها عامره من الفوق بالحوت. دائما كنخلي انا الحوت من الفوق باش تجي باينه هماويه. هذه راه غير شويه ماشي كبيره بزاف، ولكن قلت نشارك مع المتتبعين ديالي اللي ما لا نشاركها معاهم. هي نورمالمون كنت غير ندير غير وحده، كنت غندير وحده كبيره، ولكن بحكم السيده عقبت اتصلت بيا قالت لي من الاحسن ديري لي جوج موين، صافي نقسمهم على جوج. صافي هنايا هذا الكالامار كان كبير بزاف، حاولت نقسمو شويه بهذا الشكل هذا، على حتى ديك الفواكه البحر حتى هما من الفوق. صافي غادي نحاول نلمطها. جربوا داك لاصوص راه هو السر في هاد البسطيله، تتجي زوينه بزاف. غتبعوا المراحل. صافي هنا حنحاول نلمط البسطيله ديالتنا. عصرت عليها حكه الحامض في الاخير، ضروري تعصروا عليها. والربيع شويه القزبر والمعدنوس على هذا الشكل. والفخوماج درت الفخوماج، تيبقى اختيار الفرماج، بغيت ديروه ديروا، ما بغيتوش ما ديروش. صافي حاولوا تضبطوها باش تجي متقاده. صافي هنايا بديت كندهن بالزبده وكنلمط فيها على هذا الشكل. ما تخافوش من الورقه، يعني راه شويه حساسه، ولكن في الاخير غادي تجمعوها. ديروا الزبده وكطويو الشكل اللي بغيتو نتوما. انا حاولت باش نديرها شكل دائري. صافي دهنتها بالزبده، غادي نعاود ندير لها واحد تلميطه اخرى باش نفينيها. ضروري تشفينا مزيان. تنحاولوا ندخل هذيك من التحت كما كتلاحظوا في الفيديو، وفي نفس الوقت يدي تنديرها فيها الزبده. صافي غادي نحاولوا دهنتها هنايا بالزبده، وغادي نحاول نشد واحد الكوردون باش نثقبها باش تخرج لي داك النفس، باش ما تشققش ليا في الفران. صافي بديت كنثقب فيها هكا على هذا الشكل هذا. وهذا هو لاصوص اللي خرجت من هذيك اللي فاش طيبت صفيته وخرجت هاد لاصوص ودهنته من الفوق، كيجيب شويه حميمره. صافي كيكون الفران شاعل درجه الحراره تكون مرتفعه، ومن بعد نقصوا عليها تشد راسها باش تطيب لكم الورقه من الداخل. صافي انا قبت خرجتها من الفران وزينت على هذا الشكل هذا، خرجتهم بجات. الوحده درت لها ديكور في شكل. صافي وجدت الكوموند ديالي. صافي زينتها هكا. التزيين تيبقى اختياري، كل واحد وكيفاش يقدر يزين البصيله تاعته. وتنتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون الشرح مفهوم. واللي ما فهمش شي حاجه راه اللي بغى يتواصل معايا راه عندي الانستغرام الفيسبوك نفس الاسم ملاليا كويزين، نكتب لكم في الرابط من التحت. وهذا هو الطبق النهائي جا على هذا الشكل هذا. هاد الربيع هذا كنشريه من ليدل، تيكون مجفف، تنزين بيه، تندير بيه ديكوراسيون فوق البسطيله. تقدروا تصيبوه في جميع المغازات، يعطي واحد المنظر زوين في البسطيله ولا في شلاضه، ولا كنستعملونا بزاف. صافي قديتهم في بلاستيك، درت لهم الشكل النهائي والى هنا نيت الفيديو ديالي. غادي نقول لكم بسلامه والى فيديو اخر ان شاء الله.